استكمالا للفوز بالثلاثية التاريخية لمنتخب مصر في أفريقيا. بعد ما عملنا قصة 2006 النهاردة هنحكي قصة 2008. فلو انت مش عايزك اوصل لك كل جديد. البطولة اللي كان كله شاكك فيها لا، اللي منتخب مصر ما كانش مرشح اللي هو ياخدها تاني، كله كان شاكك ان منتخب مصر مش هيقدر اللي هو يعملها تاني، بس منتخب مصر بيعمل مفاجأة وياخدها للمرة التانية على التوالي. فيلا بينا نبدأ. منتخب مصر كان داخل البطولة الناس كلها شاكة اللي هو يعملها تاني، مع انه لسه كان كسبان في 2006 النسخة اللي فاتت. فده اللي كان بيأكد للناس ان منتخب مصر صعب اللي هو يكرر الانجاز ده تاني. وكمان اللي صعب الامور اكتر، المجموعة بتاعت منتخب مصر كانت مصر والكاميرون وزامبيا والسودان، كله كان مرشح الكاميرون هو اللي هياخد البطولة وكمان هيتصدر المجموعة. منتخب مصر دخل البطولة دي بقائمة بعد اعتزال قائد منتخب مصر تاريخ حسام حسن، ومع غياب ميدو لأسباب فنية، ومع استدعاء بركات للمنتخب ولاعيبة كتير، وبرضو مع تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة. والبطولة كانت معمولة في غانا. وأول مباراة في البطولة بداية مشوار منتخب مصر كانت قدام الكاميرون، المباراة اللي كله خايف منها بقيادة صامويل إيتو. بس البداية كانت تاريخية لمنتخب مصر، ضغط المنتخب مصر. وفي الدقيقة 14 ركلة جزاء بيسجل حسني عبد الرب ومنها الهدف الأول وتبقى النتيجة 1-0. وبعدها على طول زيدان بيلعب بالدفاع ويسجل الهدف التاني وتبقى النتيجة 2-0 لمنتخب مصر. وبعد كده زيدان يحط التالت كمان وتبقى النتيجة 3-0 لمنتخب مصر. منتخب الكاميرون حاول يرجع تاني عن طريق صامويل إيتو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 51، بس منتخب مصر يفضل مسيطر على المباراة. وفي الدقيقة 81 حسني عبد الرب بيشوط واحدة من بعيد صاروخ بيسجل فيها الهدف الرابع علشان يأمن النتيجة لمنتخب مصر. وفي النهاية إيتو في الوقت بدل ضاع في أول دقيقة 91 بيسجل الهدف التاني وتخلص أول مباراة لمنتخب مصر، والمباراة اللي كله كان خايف منها، ويعملوا المفاجأة علشان منتخب مصر يقول لأفريقيا احنا جايين ناخدها تاني، وتخلص المباراة بنتيجة ال4-2 وأول 3 نقط في بداية المشوار لمنتخب مصر. الماتش التاني منتخب السودان اللي كان لحد ما كان هو اسهل ماتش في البطوله. منتخب مصر برضو ينزل ضاغط وياخد ركله جزاء في بدايه المباراه، حسني عبد الرب يخش يحطها ويسجل الهدف الاول والتالت ليه في البطوله من ماتشين بس. وبعد كده ابو تريكة بينزل بيحط الهدف التاني لمنتخب مصر، وفي الدقيقة 82 ابو تريكة بيأمن على النتيجة ويحط التالت كمان عشان منتخب مصر يفوز في المباراة دي بنتيجة 3-0 ويبقى معاه 6 نقط من ماتشين، يبقى ضمن الصعود. انتصار مريح على السودان وروح معنوية مرفوعة جدا، ويخشوا تالت مباراة قدام زامبيا. المباراة اللي كانت عادية ما كانتش هتأثر في أي حاجة. عمرو زكي بيسجل في الدقيقة 15، بعد كده زامبيا بتتعادل في الدقايق الأخيرة في الدقيقة 88. ومنتخب مصر ياخد نقطة واحدة وكان معاه 6 نقط فيصعد أول المجموعة برصيد 7 نقط، والكاميرون تصعد وصيف علشان بقى يجي كده في الأدوار الإقصائية تونس تقابل الكاميرون، ومنتخب مصر يقابل أنجولا، وغانا ونيجيريا وكوديفوار وغينيا. مصر قدام أنجولا في الأدوار الإقصائية في دور الثمانية. أنجولا اللي كانت معاه في المجموعة تونس والسنغال وجنوب أفريقيا اتعادلت ماتشين قدام تونس وجنوب أفريقيا وقدرت اللي هي تكسب السنغال بنتيجة 3-1. مش عارف ازاي الصراحة، الماتش الوحيد اللي كان المفروض السنغال تكسبه أنجولا كسبته وصعدت في المجموعة دي كتاني. منتخب مصر يدخل مباراة أنجولا بتشكيلها الحاضر في حراسة المرمى وإبراهيم سعيد وأحمد فتحي ووائل جمعة وجهادي محمد وسيد معوض وحسني عبد الرب ومحمد شوقي وابو تريكة والثنائي عماد متعب وعمرو زكي. منتخب مصر كان احسن في الشوط الاول نسبيا، كان هو الافضل. بدأ المحاولات في الدقيقة 8 عن طريق محمد شوقي، بس الحارس بيتألق ويتصدر الكرة، وبعد كده هو انتومك بين عمرو زكي وعماد متعب، بس برضو الحارس بيتألق ويتصدى ليها. وفي الدقيقة 22 فاول ابو تريكة بيشوط وبتيجي في ايد قائد انجولا، بتتحسب رجل جزاء لصالح منتخب مصر عشان حسني عبد الرب يخش يحطها ويسجل الهدف الاول منتخب مصر والهدف الرابع ليه في البطولة. وبعدها على طول مانوتشا بيراوغ شادي محمد وبيسجل هدف التعادل لمنتخب انجولا وتبقى النتيجة 1-1. في الدقيقة 38 قبل نهاية الشوط الأول عرضية من أحمد فتحي بيفشل دفاع أنجولا في التعامل بيها الحمد لله يعني، وعمرو زكي بيحطها في الجون عشان يخلص الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل هدف. الشوط التاني أنجولا فضلت تحاول وكانت هتتعادل، بس الحضر بيتألق ومنتخب مصر يصعد لنص النهائي عشان يقابل كوتيفوار. نفس التشكيلة الحضري وسيد معوض ووائل جمعة وابو تريكة وعمرو زكي واحمد فتحي وابراهيم سعيد وشاتي محمد، هي نفس التشكيلة.
المباراة تبدأ، الحضري عمال يتألق قدام دروجبا ويبقى عقدة لدروجبا، شال كتير الحضري، شال منتخب مصر في الماتش ده كتير قوي. وعشان تيجي الكورنر كده تتلعب يعني تتليش كده، احمد فتحي يلاقيها يقوم شايطها، يسجل الهدف الاول لمنتخب مصر. بعدها على طول بيسجل الهدف التاني، وبعد كده كوتيفوار بيقلصوا الفرق عشان تبقى النتيجة 2-1. وفي الدقيقة 67 عمرو زكي بيسجل الهدف التالت والهدف التاني في المباراة، هدف تأمين الصعود لمنتخب مصر. وعمرو زكي يتساوى مع حسني عبد الرب في ترتيب الهدافين ب4 أهداف من كل منهم. وكان عمرو زكي هيسجل الهاتريك، بس الكرة بتعدي من جنب القائم بس بشوية صغيرين. وبعد كده أبو تريكة بيأكد بالهدف الرابع عشان نروح للنهائي وللبطولة التانية على التوالي، عشان نقابل مين بقى؟ وصيف المجموعة، وهو منتخب الكاميرون. كلنا كجمهور خايفين، كلنا حاطين ايدينا على قلبنا، مش مصدقين اللي منتخب مصر ممكن يعملها للمره التانية. وكنا خايفين اصلا من ماتش الكاميرون، يعني احنا ما صدقناش اللي حصل في ماتش المجموعات وانه فوز منتخب مصر بنتيجه 4-2. الشوط الاول بيبدا عماد متعب بيصنع فرصتين وحارس الكاميرون بيتالق، وقدامه الحضري بيتالق، والعارضه بتتصدى وبتمنع هدف لمنتخب مصر. في الشوط التاني بقى الكرة الشهيرة سونج وزيدان وزيدان يلعبها لابو تريكة، وابو تريكة يحطها، وهدف البطولة. والبطولة التانية لمنتخب مصر على التوالي، والبطولة السادسة لمنتخب مصر بهدف ابو تريكة بعد فوز على الكامب بنتيجة 1-0. واحمد حسن قائد المنتخب يرفع البطولة السادسة لمنتخب مصر، وحسني عبد الرب يختاروه كأفضل لاعب في البطولة. واللي خلانا نفوز بالبطولة دي هي الروح اللي كانت موجودة عند اللعيبة. ما كانش بيفرق مع اللعيبة مين هيلعب ومين هيقعد دكة، احنا كنا بنشوف تبديل ما بين عماد متعب وعمرو زكي وزيدان، وابو تريكة ساعات كان بيطلع وبينزل، فمش فارقه مع اللعيبه مين هيلعب ومين مش هيلعب. احنا علينا اللي احنا ننزل هنقاتل روح وروح معنويه وعشان نعملها تاني ونفوز بيها تاني. وفعلا منتخب مصر جيل حسن شحاته بيفوز بيها للمره التانية على التوالي بسبب روحهم، واللي هو اي حد يلعب عادي، احنا هنقاتل على الكوره. بس كده دي كانت قصة منتخب مصر 2008 ناقص 2010 هتنزل في أقرب وقت. متنساش تشوف قناة فازجة عشان توصلك كل جديد، والسلام.